السوريين اللي غلطم علي، السوريين اللي سبوني، اللي سبم امي، اللي سبم اختي، على راسي. وهاي قدامكم معترفها، نعالكم على راسي. حتى اذا انا غلطان انا اتحمل الغلط، وانا تحملت الغلط في سبيل انه انا راح اترك البرنامج. هذا جزاء غلطي انه انا اترك البرنامج. واني اللي تكفلت بمخيم كامل من جيب الخاص ما حد ذكرهم. الشخص الثاني اللي هو يمان النجار. يمان النجار نسيت وقفة حسحس؟ نسيت سعود القحطاني لما طلع وغلط على امراض السرطان وانا وقفت وياك؟ نسيت يا شعب سوريا. شعب سوريا ما حد تبرع مبلغ مالي. اخواتي بعتذر عن المقاطعة. اخواتي تحية خاصة لاهل العراق ولشعب العراق ولاهل سوريا ولاهل لبنان ولكل الدول العربية. بس بالفيديو الماضي انا ما قصدت على كل العراق، انا قصدت على هذا الشخص بالذات، ولا تأخذون المقاطعة. ما حد تبرع بمبلغ مالي غير حسحس اللي امراض السرطان. ليش نسيتوا؟ من كثر حب للسوريين وكثر حب لهجتهم حكيت. يا جماعة مثل ما شفتوا بعد ما غلط عم برد الغلط بغلط اكبر كمان. اول شيء اجى بدي اقدم اعتذاره، فصار يعتذر ونعالتكم على راسي واللي سبني انا مسامحه، ورجع غلط نفس الغلط كمان، انه عم منن انه انتو انا ساعدتكم وما حدا وقف جنبكم غيري بالمشرمحة لولاك كنا متنا من الجوع. كان الشعب السوري والباركين بالمخيمات كانوا ماتوا من الجوع لولاك. هي بالمشرمحة يعني كانوا ماتوا من الجوع بدونك انت اللي معيشهم، انت اللي مساترهم، انت اللي مطعميهم. ولك انت امتى اعتذرت بترجع بتعيد غلطك؟ والله العترة مو عليك، العترة مو عليك. اذا مشاهير سوريا عم تعمل ابشع منك بامينك انت لحتى ما تغلط. مشاهير سوريا عم تعمل ابشع من اللي انت بتعمله بكثير. يطالعوا معهم مرض كبيرة بالعمر، بزلوها بالمخيمات. ولك اصلا لو فيكم ذرة نخوة ما بتطلعوها معكم على اللايفات ابدا. وهذا نزار اخوه لوائل. اخواتي احضروا الفيديو، شوفوا الفيديو. هلا فاتح مرة مرتين الواحد يبعث بلا جولة بلا بطيخ. أنا كافر، أنا يهودي. ظليت أسمع باللي يشيل النخوة من روس الزلم، إلا هذلنا شفتني يشيل النخوة من روس الزلم. لك لو الله بده يملكني الجنة بالأرض ما راح أطلعك، لا أنت ولا غير. سمعتوا هالحكي عجبكم؟ قال لو الله بملكه الجنة بالأرض ما بخليه تطلع معه على اللايف. أول شي زلة، ثاني شي مسح بكرامة الأرض. لو فيك ذرة كرامة أنت، لو فيك ذرة كرامة، أول شي ما بتزل هالزل، بتحكي معه بأدب إلا خالتي انزلي بعد اللايف بنحكي على الخاص واللي بدك إياه تكرم عيوني وبس. بس ما فيهم نخوة، الشهرة عمت على عيونهم والمصاري عمت على قلبهم، بقى ما عتب على الغريب. الرأي تبعكم. السلام عليكم.